بس اخر حاجه كان برنامج على قناه معينه مشهوره، يعني عملت برنامج وبتنزل الصور كل يوم من الجروب بتاعي. فيعني كان نفسي يستأذنوني حتى يعني. طب ما ايه، حاول توصل لهم. وبعد ما اوصل لهم ده هم يعني اللي يغيظك كمان ان هم عاملين في الاخر خالص حقوق الطبع والتوزيع والصور لقناه كذا. فعلا ماشيينها رسمي. طيب اسالك برضو سؤال عن الصور. طيب في صور جات لك بصراحه برضو تمام رفضت انك تنزلها كتير؟ على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ مثلا ما يجيليش حد، في ناس عارفين الحيطات بتاعت القوات المسلحه، الحيطه مثلا بيبقى مكتوب ممنوع الاقتراب او التصوير. واحد ظريف قوي بقى يقوم رايح مقرب ومصور ثواني فدي تبقى حاجه غريبه. طب يعني بعيدا عن اي حاجه، هم سابوه؟ ما هو غبي يعني؟ انا مش عارف. لا هو مش حكايه غبي او مش غبي، بس برضه حاجه مستفزه يعني انت خلاص يعني جريء قوي كده يعني. دي حاجه مش غريبه، لا ده هبل، مش شطاره. معلش سوري. انت لازم تحترم القوانين اللي ماشيه في البلد يعني. واحد مصور بنات ماشيين مع بعض ومثلا جزم غريبه. انا كنت هكلمك بقى في الحوار ده، ان انت بتقول ان انا بقف اصور وما اعرفش ايه يعني. حوار بقى من ساعه الموبايلات ما نزل بقى تلاقي الولاد واقفين بيصوروا البنات والكلام ده. لا عمري ما حطيت صوره ممكن تجرح حد. تمام. تجرح شخص بعينه مستحيل، لان انا في الاول وفي الاخر مسلم ومؤمن بربنا يعني. مش شخص بعينه. انا بص صراحه انا في صوره شفتها انا اتضايقت منها، اللي هي بتاعت شط اسكندريه اللي فيه الاتنين حبيبه. على فكره انا الاول الصوره دي جات لي من زمان وما حطيتهاش، وبعد كده لما رحت اسكندريه لقيت انها حاله. دي حاله فعلا يعني. دي اسكندريه ما فيهاش 5 متر على بعض من غير 2 حبيبه قاعدين مع بعض. طب يا عم سيبهم يعني، الناس يعملوا ايه؟ طيب فدي حاجه على فكره، دي مش حاجه يعني رخمه او كده، بس هي حاجه لذيذه انا عجبتني ويعني حبيت برضه الفت النظر، لان الصوره غريبه برضه، في حاجه غريبه، في حاجه لذيذه. بس صور كتير. عارف انا مره قعدت ساعه مش هتعرفي تخلصي. طب هتخلص امتى؟ طيب مش هتعرفي. انت عارف انا مره دخلت برضه بقيت بعمل ايه، ابتدي الصور مره من قدام ومره من ورا. عشان ايه؟ عشان تحاول عمرهم ما بيتجمعوا في النص خالص ابدا. لا مش لاقي نفس الصوره، مش عارف الاقي نفسي فاهم. لا بس في ناس عندها بتجنني ولا اصل انا بيوصل لي كومنت، كل واحد بيحط كومنت على صوره. في ناس بقى بيبقى داخل حرب بقى، مثلا انا اصحى الساعه 12 الظهر الاقيه ابتدى يعمل كومنتات لغايه 12 الظهر تاني يوم قاعد بيعمل كومنتات، ما بينامش. هو قاعد هخلصه وهكتب كومنت على كل صوره. طيب بالنسبه برضو قلت لي للردود، فكرتني ايه اول ردود جات لك اول ما كريت الجروب؟ ردود الفعل من الايجابيه والسلبيه. اول ما ابتدى كان في اقبال جامد، الناس كانت حابه قوي الفكره والتصوير وكده، بس ابتدت كوميديه، لان الجروب في الاول كان اسمه رصد غرائب الشارع المصري، صور هتموتك من الضحك. الموضوع كان كوميدي خالص، فالناس كانت تخش مثلا تلاقي واحد كاتب على الحيطه مبروك البويه الجديده، فضحك بقى وتريقه ومش عارف ايه بس بعد كده بقى لقيت ان انا ممكن اعمل حاجه من ورا الجروب ده. ممكن يبقى فيه تغيير ولو بسيط. ايوه اتكلمنا في الموضوع. انت ايه بقى اللي عايز تعمله من الجروب؟ انت عايز توصل بيه لايه؟ انا مش عايز اوصل بيه لحاجه، ده نمره 1. ده جروب كان فور فن، وهو لغايه دلوقتي فور فن، بس هو الهدف الاول الضحك، ان الناس تخش تتبسط وتبقى مبسوطه لما تشوف الصور. نمره 2 هدفي تغيير بسيط. يعني ايه؟ يعني مثلا بيستفزني قوي ان انا مثلا اشوف صندوق مثلا اللي هو صناديق القمامه او صناديق الزباله زي ما بيقولوا، والناس راميه حواليها وسايباها هي. الناس بتروح ترمي فمثلا تخبط في ويسيبوها كده في الارض. طب ليه يا جماعه احنا مثلا ما ناخدش بالنا من الحته دي كويس قوي ونحطها كويس؟ وعلى فكره الحاجات دي رغم انها بسيطه بس ممكن تغيرنا احنا من جوانا حتى. طب انا مره شفت باسكت مليان مليان كبير كده مليان ومحطوط جنبه، هيعملوا ايه بقى؟ لا دي حاجه تانية. دي حاجه تانية مره كل 1000 يعني. او على فكره مثلا ممكن واحد يتصرف، مثلا لو واحد جاب شنطه سودا كبيره مثلا، هي الشنط دي ممكن يتصرف، بس بحاول ان انا ادوس على الحته اللي جوه الانسان علشان يتغير. تمام. طب انت ليه يعني كلمنا بقى عن الشروط اللي انت حطيتها وليه حطيتها كده كتير؟ طيب هو الشروط اولا حاططها ان اول حاجه تبقى الصور مصريه فيها 100%. لان بتيجي لي صور من الهند ومن الصين ومش عارف ايه وعايزين يحطوها، والناس بتبقى عايزين يحطوها، لا طبعا ما ينفعش دي احطها. نمرة 2 ما تبقاش خادش على الحياء او لان مثلا ما يبعتليش صورة واحدة ست او بنات او حد مثلا سوري يعني في حمام او في حاجة وفاكر ان ده ظرف او كده يعني فبعتها لي. نمرة 3 ممنوع ان انا احط صور لجهات امنية او اي حد مسؤول مثلا، دي حاجة امن البلد، ما ينفعش ان انا احطها في الجروب. صح. هتثبت عليك التهمة انك جاسوس اصلا. هم مقتنعين بكده. بس يعني انا فاكر ان هم دول بس، ما فيش حاجة تانية.
الصور تتبعت لي على الميل بس. ايوه، ما انت تقول تتبعت لي على الميل، عجبتني ماشي، ما عجبتنيش لا، عجبتني ماشي، ما عجبتنيش ماشي. لا، هو لو الصوره غريبه هحطها، مش غريبه وفيها مثلا نوع من الاستظراف او نوع من التعدي على حد، لا مش هحطها. بس يعني انت بتقولي عشان السرقه مش السرقه، بس انا لاحظت يعني ممكن يبقى في صوره وانا مثلا هحطها في الجروب بتاعك، احطها في الجروب تاني، احطها في الجروب تاني، ده ايه وضعه؟ انا مش فاتح الابلود عندي للممبرز. يعني اي حد عايز يحط حاجه في الجروب يبعتها لي انا الاول، احط لها الووتر مارك واتاكد انها 100 واحطها على الجروب. طب ولو لقيتها في الجروب تاني بس هو اللي حاططها، يبقى هو اللي حاططها؟ لا دي تبقى يعني اديها لك وراح اديها لواحد تاني وتالت ورابع. لا مش مشكله، عادي خلاص، ما دام انا عندي الووتر مارك بتاعتي خلاص وهو بعتها لي انا خلاص. تمام. طيب ايه بقى السلبيات اللي واجهتك في الجروب من اول ما عملته لحد النهارده؟ سلبيات الاراء، بس اراء وكومنتات. في ناس بتعمل كومنتات بقلة ادب يعني. مثلا طبعا المشهور قوي اتش دبور طبعا، A7E. اوكي، الحاجات المشهوره دي، الحاجات دي طبعا ما بقبلش بالحاجات دي خالص. طب ليه يعني؟ انا دلوقتي انا واحد هتضرر من ايه؟ ما دام انا صوتي مش محطوطه ووشي مش محطوطه، انا هتضرر من ايه بالنسبه يعني اصل انت بتقول للناس اللي هي بتقعد تشتم، طب يعني انا مش فاهماهم هما بيشتموا ليه؟ ما اعرفش، بس انا براعي ان مثلا ممكن تكون اختي اختك بنت داخله تتفرج على الصور تشوف الكومنتات بتضحك، مره واحده هتلاقي حاجه بتجرح. طبعا دي البدايه، A7E دي بدايه، بتوصل لحالات اصعب من كده بكتير. فطبعا براعي ان انا براعي الذوق والادب والاخلاق، لان احنا في الاول وفي الاخر مسلمين يعني. طب انت بتشيل بقى ردود ولا بتعمل بان مثلا اللي بيدخل اللي بيعمل حاجه غلط؟ كنت الاول بصبر. لما كان العدد مثلا 10,000 20,000 30,000 كنت بصبر، كنت مثلا اقوم مسح الكومنت وادي له تحذير، مثلا ابعت له مسج اقول له بلاش تعمل كده عشان عيب يعني. بس دلوقتي خلاص بقيت اللي ما عنديش وقت طبعا. طيب بعمل له بان على طول. معانا مشاركه تليفونيه. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عاوزة اكلم احمد او ديكا. ماشي، طب نتشرف بس بيكي. انا نسمع. هو احنا الصوت بعيد بس لو سمحت. الصوت بعيد؟ طيب عموما هنعلي صوتنا وانت برضو علي صوتك. حاضر ماشي، هنسمع. ساره برضو معايا هنا في البرنامج. ازيك يا نسمة، عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه في الحر ده؟ معلش الجو اساسا انا كان نفسي بجد ابعت لكم اعمل سناب شات على النت، بس معلش انا في الشارع. بس مبسوطه قوي ان انا بكلم معاكي يا ساره. ايه؟ كنت كلمت عمر. ميرسي، ربنا يخليك. وكنت عاوزه اقول لبيكا بجد هو معاكي اهوت. اتفضل يا احمد. هو طبعا سامعني وعارفني كويس قوي. سامعك ايوه يا احمد، ازيك؟ الحمد لله تمام. كان نفسي والله اتكلم معاك كتير بس معلش. عموما عاوزه ابارك لك قوي قوي، وعاوزه اقول لك كمل، لان بسم الله ما شاء الله يعني ربنا كرمك قوي في الموضوع ده، وربنا هينجحك اكتر واكتر لانك حبيت حاجه زي كده. ميرسي يا نسمة. ميرسي يا نسمة. برضه بقول لك اهو هحاول ادخل على النت من اي حته دلوقتي في الشارع عشان بجد عايزه اسمعك وعايزه اتكلم معاك كتير قوي. ان شاء الله، واحنا مستنيينك ان شاء الله. ماشي يا نسمة، شكرا. ماشي يا جماعه، مش عايزه اي حاجه؟ لا ميرسي ميرسي ان شاء الله. ما تخليش عمر وشاي يعملوا معاك حاجه وحشه. لا الاثنين كويسين قوي. ليه بس؟ احنا حنينين قوي. حرام عليك، حرام عليك والله يا نسمة. وانا عارفه انا عارفاك يا ساره، متابعاكي على طول. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. يعني على فكره انتوا كلكم اصحابي، وايمن برضو تقريبا، ايمن حامد جننتوا. فانا معاكم دايما على طول يعني. يا رب دايما، وما تحرمناش دايما من مشاركتك ابدا. عايزين نسمع صوتك على طول. ماشي ماشي ان شاء الله. شكرا، باي باي. معانا مشاركه واحده بتقول ممكن اعرف اسم الجروب؟ كنزي ممكن اعرف اسم الجروب بالظبط؟ اسم الجروب يا كنزي رصد غرائب الشارع المصري. بس هو كده. هتلاقي اي لعبه لا جنبها only in Egypt. هتلاقي جروبات كتير بنفس الاسم تقريبا. لا اكتر ممبرز بقى 77,000. لا اصل انا لقيت برضو رصد غرائب الشارع الكويتي والتونسي وما اعرفش ايه، جروبات كتير فتحت عجبتهم بقى الفكره. معانا مشاركه من نونيتا بتقول the group is awesome loved it keep it up. بتقول الجروب حلو وبتحبنا وخلينا مستمرين.